السلام عليكم، اهلا بيكم. معاكم ساره ابو حامد. النهارده ان شاء الله هكلمكم عن قلايه سكاني. قلايه سكاني تعتبر من ارخص القلايات الموجوده حاليا. دلوقتي سعر القلايات كلها رفعت وضربت في السماء. قلايه سكاني تعتبر من ارخص القلايات اللي موجوده في مصر، عشان كده ممكن الواحد يحتار ويقول لا دي عشان رخيصه انا مش هشتريها وكده، لكن بصراحه لازم كده تعرفي كل حاجه عنها عشان الواحد وهو بيشتريها ما يكونش محتار وهو بيشتريها. النهارده بقى ان شاء الله هنعرف كل مميزات وعيوب القلايه، وهعرفكم كل حاجه عنها عشان لما تيجي تشتريها تكوني مقتنعه وانتي بتشتريها. قبل ما نبدا بقى الفيديو ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك وشير للفيديو عشان كل الناس تستفيد. اول حاجه كده القلايه، نوع القلايه سكاني. القلايه ديجيتال 12 برنامج 1800 واط. الموديل بتاعها SK 10004. الساعة اللترية بتاعت القلاية 8.5 لتر. وفي منها كمان الديجيتال وفي منها البكر. درجة الحرارة بتاعتها من 90 ل 200. تقدري تتحكمي في درجة الحرارة على حسب نوع الأكلة اللي هتعمليها. تقدري تعملي فيها مخبوزات أو كيكات أو لحوم أو أسماك أو مثلا فشار، أي حاجة. بصراحة هي بتستخدم في جميع أنواع الأكلات. الحلة بتاعتها مصنوعة من التيفال الغير قابل للصدأ والالتصاق. وطبعا انا بنصحكم انك تجيبوا منها ال8.5 لتر. بصراحة الحلة الداخلية بتاعتها بتبقى كبيرة وبتقدري تعملي فيها الاكل بكل سهولة، وبتقدري تتحكمي في انواع الاكلات. هتحطي كمية مثلا عشان ما تقعديش تحطي تشغليها على كذا مرحلة، لكن بتاخد الاكل بصراحة في خطوة واحدة. فبنصحكم ان انتوا تجيبوا الكبيرة، ما تجيبوش اقل من 8.5 لتر او 8 لتر. دلوقتي بقى كده هنشغل القلاية. اول حاجة بنحط الفيشة بتاعتها، بتظهر الشاشة زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. هنضغط على الزرار اللي في النص بيتحكم في البرامج كلها. الزرار اللي هو في النص تحت ده اللي بيبدأ التشغيل بتاعها. هيظهر كده انا شغلت مثلا دلوقتي ولو مثلا على برنامج المخبوزات. المخبوزات اتظبط معاكم قدامكم على 150. بتتحكموا بقى انتوا في درجة الحرارة، يا اما بتسيبوها زي ما هي يا اما بتبدلوا من علامة الزائد والناقص دي اللي بيقلل درجة الحرارة، وبيتحكم في التوقيت. هو اللي في النص ده اللي هو ما بين الزرار الزائد والناقص، هو ده اللي بيتحكم. بضغط عليه مرة بيظهر درجة الحرارة، وبضغط عليه مرة بيظهر التوقيت. بنقلل التوقيت منها او نزوده من الزائد ومن الناقص. بس على كده. واروح ضغطه بقى لو هشغل المخبوزات اروح ضغطه على ستارت، فبيبدأ البرنامج عادي جدا جدا. انا طبعا بقول لكم بس كده، يعني بشغل كده بس عشان لسه ما عملتش فيها اكلات، بس طبعا هعمل لكم جميع انواع الاكلات باذن الله فيها، وهنعرف ايه الحاجات اللي بتنجح في القلايه وايه الحاجات اللي بتفشل في القلايه. احنا كده بقى عايزين نعرف ايه هي عيوب القلايه. عيوب القلايه دي طبعا ما تعتبرش عيوب، لان الحاجه دي احنا لازم نحافظ عليها. عشان نحافظ على القلايه بتاعتنا دي وتفضل معانا فتره كبيره، وكمان لما نيجي نغسلها ما تقشرش مننا بقى وتبوظ مننا. لا، احنا لازم نجيب هنجيب كده حاجه نحطها في القلايه عشان نحط فيها عليها الاكل، عشان الاكل لما بيلزق فيها بتبقى في الغسيل صعبه معاكي شويه. مع انك انت لازم بعد كل غسله وبعد بعد كل اكله لازم تتغسل في نفس الوقت. ما تستنيش عليها يوم كامل، عشان لو استنيتي عليها يوم كامل الزيت بيلزق في القلايه. تيجي تغسلي القلايه طبعا الصعوبه بتاعت الدهون ما بتطلعش، وتضطر القلايه تقشر وتقولي لا ده منتج سيء. لا لا، ده انت لازم تغسليها كل وقت بوقته. اول ما تخلصي الاكله على طول بسفنجه وتغسلي القلايه عشان ما تتضرش منك بعد كده، وتعيش معاكي اطول فتره ممكنه. كده احنا اتكلمنا عن مواصفات ومميزات اير فراير سكاني. ان شاء الله باذن الله انتظروني. ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هنعمل وصفات كتير قوي فيها، وان شاء الله هنعمل فيديوهات كتير ازاي تحافظي عليها. وكمان اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات، اي سؤال عن اي اكله عن اي قلايه باذن الله هجاوبكم ان شاء الله. كنت معاكم ساره ابو حامد، دمتم في رعايه الله.